السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم راح نعملوا مع بعض الوصفة الثانية بالنسبة لسلسلة حلويات عيد الأضحى المبارك. الوصفة تاع نهار اليوم هي اللي تارتلات بالفستق أو بالبيستاش. نجوز مباشرة للمقادير كما تعودنا وطريقة التحضير. نشد غيسيبيون نحط فيه 150 غرام مارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة. أنا هنا استعملت ماني وانتم استعملوا أي مارغرين تحبوها. زدت لها ملعقة صغيرة تاع ليكستريت فاني وزدت لها 2 ملاعق كبار تاع بيستاش مرحي، ما يكونش مرحي غبرة. هنا عندي كما شفتوا ليكستري تاع القارص، استعملت 2 قطرات. وشنو نستعمل ليكستري القارص؟ هذاك اللي رايح للخضره، ماشي الاصفر اللي مارفين نشروه، اللي جاي خضر. ومن بعد نشدو حبيبه صغيره تاع الليمون يكون القشر تاعها اخضر، نكرفجها. والا كان ما عنديش هذاك ليكستري اللي وريته لكم، الا كان ما عندكمش استعملوا الاخر زاز تاع الحبه قارص تكون صفراء ثاني، يعني تستعملوا زوج، واحده خضراء واحده صفراء. نشد حبه تاع البيض نضربها مليح كما راكم تلاحظوا حتى نخرج لها كامل هذاك الهواء، وتولي دير في البابل باش نضيفها للخليط. هنا هاد العمليه راح باسكو هاد لي تارتلات ما فيهمش لا ليفير شيميك، اما لكن تضربوا البيض راح العجينه تجي خفيفه معكم. نضيف هذيك حبيبه تاع البيض للخليط ونزيد 50 غرام سكر غلاس، طبعا يكون مغربل. نخلط كامل كما راكم تلاحظوا غير بصبعتينا، ما نعجنوش، قيس من ميلونجيو كامل لي زانغريديون. ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه غير بالعقل كما تعودتوا. دائما نقول لكم الفرينه روحوا ليها غير بالعقل، وكما شفتوا غير بصبعتيه انا راني نطم فيها غير بالعقل. نزيد الفرينه ونطم وراني نتحسس العجينه هنا ما لازمش تكون، راكم عارفين تاع لي تارتلات ما لازمش تكون يعني تتلاصق، وما لازمش ايضا تكون يابسه. نضمها هنا بلا ما ندلكها طبعا، حتى وين نتحصل على عجينه تكون متماسكه وتكون طريه. ما نحطهاش في فريجيدار ديراكتومون نبدا نخدم بها، يعني نخليها تريح يا ربي 2 دقائق غير قيس ما نديباراسي طابله ونوجد ليمول. هنا نجيب ليمول هذوما ولا اي ليمول تحبوهم، وشنو من الاحسن يكونوا شويه صغار، يعني الوصفه هذه ما تجيش في ليمول الكبار. نشد كميه في يدي يعني بلا ما نوزن كما راكم تلاحظوا. نبدا نسوي فيها في الكيسات هذوما، يعني بالمول هذايا خرجت لي 20 حبه، يعني سا ديبون دوكا المول اللي تحبوا ديروا شويه صغير على هذا، تحبوا ديروه كيما هذا. المهم سويو الاطراف وخليو لاباط تحسوا لها، خلوها شويه خشينه سورتو في لي كوتي باش ما تكسر لكمش كي تكونوا ديموليو فيها. شوفوا هنا بعد ما طابت ديمولات بكل سهوله. الحبه جات ملحمه شويه راكم تشوفوا ماهيش رقيقه. والطياب تحبوا ديروها فونسي تحبوا ديروها كلاغ، يعني كل واحد ولقو نتاعو. لا فاختش عندنا كميه تاع بخاليني البيستاش. تحبوا تخدموه في الدار تحبوا تشروه اوليكم. هنا نشد كوم ديكور راح ندير لكم 4 لي ديكور، وانتم خيروا الديكور اللي يعجبكم ولا اللي يجيكم سهل. نخلط مليح هذاك البخاليني، ومن بعد ناخذ قسم ملعقه صغيره نفرخها في هذيك الحبيبه تاع التارتلات. نحط هنايا وريده تاع الشوش في الوسط، ومن بعد راح ندير صاير داير انصاف تاع حبه البيستاش. حبه بيستاش نقسمها على 2 بالطول كما راكم تلاحظوا، ونديرها صاير داير كي بحال عباد الشمس راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب عندي هذا الغصن، يعني هذه نبته عندي في الجنينه، نستعملها دائما. الاوراق تاعها جايين، شوفي هي نبته ولكن الاوراق تاعها سبحان الله كي تمسيهم كي بحال بلاستيك. دائما نستعملهم في الديكور تاع سواء الفواكه، ولا ما نحبش نستعمل بزاف لا باتا سكر طونكم ما يتكلوش. الوغ عجبتني هذه النبته، يعني اللون تاع الورقه تاعها شباب ويوالم بزاف كوم ديكور للحلويات. طبعا الحبه الاولى واش درت لها كما شفتوا ورد الشوش في الوسط، وصاير داير بانصاف تاع البيستاش وزينتها بوريقه. الحبه الثانيه كما راكم تلاحظوا درت لها ورد الشوش في الوسط، ودرت لي بيبيتو شوكولا
تحبوا ديروا نواغ تحبوا ديروا بلون، يعني نتوما واش تحبوا. وايضا زينت بورقه في الكوتي. الحبه الثالثه درت ورد الشوش في الوسط، ودرت زوج حبيبات بيستاش في الكوتي، والكوتي الاخر درت له وريقه تاع هذاك يعني هذيك الزهره اللي راكم تشوفوا فيها. كما راكم تلاحظوا الحبه تاع الاخيره واش درت لها الرابعه، درت لها يعني ورده تاع الشوش في الوسط، وعملت صاير داير كميه تاع بيستاش مرحي كما راكم تلاحظوا. طبعا هنا ماهوش مرحي رقيق وماهوش مرحي خشن، هاي ليكم دركا تشوفوه كيفاش راهو. ليكم الحبه نسوي كامل هذاك البيستاش المرحي فوق الكميه تاع البراليني. وهاي ليكم انا صراحه عجبني هذا الشكل الاخير بزاف بارابور للاشكال الاخرين، وكل واحد واللون تاعو. وصلنا طبعا الحبات كي نكملهم نحطهم في البليسي ونحطهم في صحن التقديم. وهاو ليكم الحبات بعد ما كملناهم. هاي لكم الحبات، يعني كاين 4 لي موديل، وطبعا تقدروا ديروا ديكور اللي يعجبكم واللي يناسبكم، وطبعا حسب يعني المقدور نتاعكم. هاي لكم وصلنا لنهاية الفيديو. راح اخلي لكم يعني فيديو صغير على النبتة اللي يعني نخدم بها. هذه قلت لكم هي تجي بحال شجرة صغيرة ما فيهاش الورود، فيها غير الاوراق. هاي لكم عجبتني، هي نبتة قلت لكم، ويعني كي تمسي الورقه تاعها تقريبا بلاستيك. راهي عندي هنايا اللي يحب يشري منها ويغرسها في دارو، يعني مليحه بزاف للحلويات كوم ديكور. لحقنا نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم وجازت خفيفه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الثالثه باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.